إلى كل قادة العرب والدول الإسلامية، اسمعوا مقالتي جيدة. أقول لكم: نوموا على فراشكم بكل أريحية، لا تخافوا ولا تقلقوا ولا تشعروا بالخذلان تجاه ما يفعل بنساء وأطفال أهل غزة الأبية. أقول لكم: تمسكوا بمناصبكم وتمتعوا بكل ما تملكونه من متاع الدنيا، وكونوا على يقين أن أهل غزة ليست بحاجة إليكم ولا إلى دولاراتكم ولا إلى قواتكم وجيوشكم ولا إلى طياراتكم الخجولة، فوالله نحن على يقين أن أهل غزة سينتصرون على عدو الإسلام والسلام. والله سينتصرون، والله سينتصرون، لأنهم يملكون أقوى قوة في العالم، قوة الإيمان والرجولة، قوة الإيمان والرجولة. لا يحتاجون إلى أحد، لا يحتاجون إلى أنت، بل لا يحتاجون إلى أحد في العالم أجمع. طفل لم يبلغ 10 من عمره فوالله تعديل 1000 رجال. مات أبوه وماتت أمه ومات أخوه وما بقي من أسرته إلا هو، مع هذه الفاجعة الكبرى والمصيبة العظيمة لا يستسلم، بل ويصرخ بملء فيه: أنا لن أترك بلادي، لن أترك أرض أجدادي. فأي شعب يملك هذه القوة؟ فهذا الشعب لم ولن يستسلم ولن ينهزم. لذا أنا على يقين أن أهل غزة سينتصرون، والله سينتصرون، ويرفعون راية بلادهم على أراضيهم المحتلة، بل ويرفعون راية الإسلام على مسجد الأقصى ويصلون فيه بإذن الله تبارك وتعالى. فاللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم بنصرك، وصب عقابك وغضبك على عدوهم وعدوهم، على عدوك وعدوهم، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك.